قد أفضى العمل التحضيري للإحصاء العام للثروة الحيوانية أساسا إلى إعداد وثيقة مشروع والمصادقة عليها، ووضع مقاربة منهجية تغطي أساليب التنمية المختلفة التقليدية والحديثة، وجميع أنواع الحيوانات الأليفة، الإبل والأبقار والمشترات الصغيرة والدواجن والخيول والحمير، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة المنتجعين عبر الحدود خارج البلاد لفترة زمنية محدودة. تم ملائمة الجدول الزمني لتنفيذ عملية الإحصاء الفعلية خلال العام 2024. هذا المشروع يقدم الأهداف العامة للإحصاء العام للثروة الحيوانية، والتي تتمثل في جميع البيانات الكافية عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني من أجل تصميم وتنفيذ ومتابعة سياسات وبرامج التنموية للقطاع الرعوي. ويمثل هذا المشروع الانطلاقة الفعلية للإحصاء العام للثروة الحيوانية، كما يشمل هذا المشروع إنشاء الهياكل التي تضمن المتابعة والإشراف والتنفيذ من خلال 5 هياكل، هي: أولا اللجنة التوجيهية الوطنية للإحصاء العام للثروة الحيوانية ممثلة بالوزراء. ثانيا اللجنة الفنية للإحصاء العام للثروة الحيوانية، والتي تضم ممثلين عن الهياكل الفنية لوزارة التنمية الحيوانية والوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، والمنظمات الاجتماعية المهنية العامة في قطاع الثروة الحيوانية، والشركاء الفنيين والماليين العاملين في القطاع. 3 المكتب المركزي للإحصاء العام للثروة الحيوانية، وتتألف من فريق متعدد التخصصات من وزارة التنمية الحيوانية والوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي. 4 اللجان الجهوية للإحصاء، والتي تنشأ في كل ولاية برئاسة الولاة. 5 المكتب الجهوي للإحصاء العام للثروة الحيوانية.